لكم اللائحه اللي عملها الاخ عمرو فاروق، انا بس مش معترض الا على الاتي: المراحل السنيه، وان اللي فوق ال70 ملوش حق ان هو يترشح. ده كلام مظبوط، لان ده كلام مخالف للدستور. ليه مخالف للدستور؟ لانه الناس كلهم سواسيه، يعني اذا كان عضو مجلس الشعب ممكن يبقى عنده 70 و80، يبقى رئيس النادي او عضو نادي اتجاه. يعني افرض انا عندي لاعب مثلا زي الكابتن احمد رفعت او احمد مصطفى او نبيل نصير، شايف استفيد من خبرتهم جوه مجلس الاداره، ازاي تحرم المجلس من خبراتهم؟ لكن قصه انك انت لغايه سن ال70، يعني الحمد لله لسه كتير على 70، لكن عايز اقول انا بتكلم بصفه عامه، يعني ازاي انت بتحرم عليهم من 32 ل 42 و 42 52؟ انت بتأيدني. افرض في الموقع ده في 4 انا عايزهم في المرحله السنيه دي. فانا اتمنى انه بادب شديد ان السيد عمرو فاروق يراجع نفسه في المراحل دي. وانا اللي قال لك ان انا رحت الاخ قال لك اللي بيقصدنا انا طبعا اللي راح هيج علينا العمرو فاروق والاخ ابراهيم يوسف، للاسف انا عايز اعرف هو ضابط شرطه فين. انا بس وزير الداخليه الراجل ده هياخد ليه وهو فين؟ يعني بس فكرني هو ضابط فين، في اي اسم، في اي مديريه امن، هو فين؟ وقعت طول النهار في النادي اللي عمال يهاجم يمين وشمال، وكان معانا في القايمه ضد ممدوح عباس. فجاه هو عارف جاي ازاي يا ابراهيم؟ انت جيت التزوير وانت مشيت الساعه 4 وقلت انا ماشي يا مرتضى عشان انا مفيش حد بيديني، فعملنا فيلم كده انك انت عيان والاسعاف تيجي تاخدك وروحت، واخد بالك؟ فانا عايز اقول له اللي انت بتقوله ده، يعني الصديق الصح ما يروجش باطل لحد. انتوا بتروجوا الباطل لممدوح عباس. ممدوح عباس غلط، غلط في حي نادي الزمالك قبل ما يغلط في العمري، لانه في المكان ده ما ينفعش تقول انا كمرتضى لو قلت الكلام ده انا مرتضى، انا حر، انا راجل مواطن، انا زملكاوي، انا عضو عادي، انما انا رئيس نادي الزمالك يبقى ملتزم باللي انا بقوله. ده اعتراضي على فكره على اللي موجود في اللائحه. فيما عدا ذلك اللائحه طبعا ممتازه جدا. رجع امين صندوق يتحمل المسؤوليه، لكن في النهايه في جزئيه نادي الزمالك البني ادم اللي عليه مديونيه 300 مليون جنيه وانا سايب له النادي فيه فايض 6 مليون جنيه، ما يتكلمنيش بقى على الاستقرار. البني ادم اللي السله والطايره واليد تسرحهم كلهم يا جماعه، ما عادش عندي لعيبه زي النهارده الطايره والسله واليد، بقيت السادس والخامس والرابع اللي هي الالعاب اللي هي كانت تجيب لي بطولات، وفين مستحقاتهم؟ ده بقالهم سنتين ما قبروش. وانا النهارده قاري جورنال اهو، ده اللي قراني مساعد الاخ محمد صيام اهو بتاع النهارده فييرا اهو يقول لك ان انا مش هشتغل ببلاش، يقول لك احنا بقالنا سنه ما خدناش فلوس اهو. ده مدرب، لكن علشان